مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ وش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم عدلكم فيديو جديد وفيديو اليوم حبيت نشارك معاكم تحضيراتنا الجمعة الرمضانية. قررنا نديروها أنا والبنات رفيقاتي طبعا. فأنا بداية كنت نوجد مكعبات الثلج ولا لقلاصو، درتهم يعني على أشكال. تقدروا تجيبوا يعني أي مول سيليكون عندكم، وصراحة طالع ترند راها وتخدموا به. فهنا يعني البعض درت فيهم قطع ليمون، والبعض درت فيه نعناع، والبعض اللي لونتهم، والبعض درتهم شفاف باش يعطيني واش يمدلي الشكل مليح يعني في الكأس. هنا الكونو شريت نتاع ماشي كونو سنقولكم العطر نتاع التوت، لأنه يجي مركز وصراحة الذوق نتاعو والرائحة ولا أروع. هو يعني ديروه أحسن مع العصير نتاع 7 أب أو المهم أي عصير شفاف يصلح معه. شوفوا هنا بعد ما عمرتهم ودرتهم في الثلاجة وخليتهم، انتقلت مباشرة نحضروا التحلية أنا وماما. هنا درنا تحلية بجوز الهند. درنا الحليب أولا لتر حليب، بعد درنا جوز الهند، خلطنا يعني كلش بارد في بارد، ومن بعد حطيناهم على نار هادئة، بعد زدنا لهم النشا والسكر العادي، بعد في الأخير زدنا 50 جرام من الشوكولاتة البيضاء وملعقة ولا ملعقتين كريمة نتاع الحلويات، كريمة سائلة يعني من أراد أن يضيفها تجي مليحة، وملعقة زبدة. هنا بعد ما يعني أخلطنا ودرنا كامل المكونات، هذه هي الكريمة اللي درتها. صبيت التحلية أنا وأمي في الكؤوس وزيناها من الفوق بجوز الهند، ومن بعد في الأخير شرينا الشوكولاتة هذيك نتاع ضفليل وتقسموا يعني حبة على 2. هنا رحنا نجهزوا الكؤوس، كؤوس العصير حبينا نديرهم بهذا الشكل. درنا الجازوز العصير هذاك بالملون تاعهم، بعد ديروه في السكر لأنه هو الطريقة الوحيدة اللي يقعد السكر يابس ولا شد في الحواشي نتاع الكأس. يعني إذا درتو شيء ثاني أنا ما جربت صراحة، لكن على ما أظن أنه رايح يتفتت ما يقعدش. هنا درت لكم طلة سريعة وجولة سريعة على الأشياء اللي حضرناهم. طبعا أنا والبنات شاركنا في كل شيء. يعني حبينا أنه تكون هذه السهرة أن حضرناها في بيتنا، لكن يعني كل شيء كان مشترك. حضرت لكورني هذوك المملحات لأنه اتفقنا كل واحدة يعني تحضر نوعين من المملحات وتحلية. هنا الخيمة نتاعنا يعني بعد ما كملت لها كامل الزينة والديكور، لأنه أول يوم رمضان شغل هذاك واش درت، هذاك واش قدرت نلحق بحكم العمل وضيق الوقت. لكن في هذه الجلسة يعني شغل ريحت لها كملت لها كامل كلش. التعليق درت تاع رمضان كريم كما راكم تشوفوا هنا، وتحتها الأضواء يعني نفس الأضواء اللي كانوا موجودين. هنا درت هذه نتاع كيما نتاع الخيش هكا. وأنا اللي لصقت لهم هذوك الصور تاع جمعة تاع بنات، وزدت هاد الفنانيس في هاد المصابيح وعلقناهم. صراحة الخيمة جات تحفة، يعني بعد ما كملنا لها الديكور ولات تهبل. أيضا في الجلسة الأولى يعني كانت الجلسة في الأرض، كيما اليوم خرجنا لكنبي. شوفوا لي الخيمة يعني بعد ما نطفي الأضواء صراحة شكلها تحفة، والجلسة تحفة، وجمعة فاتت ولا أروع والله.